مساء الفل. دايما بنسمع المعلق بيقولك ده مهاجم صريح، ومرة تانية يقولك ده شادو سترايكر أو مهاجم وهمي. طب هو إيه الفرق؟ وليه في مدربين بيفضلوا ده على ده؟ وليه في لعيبة عالمية لو حطيتها في المركز الغلط بتبقى تايهة في الملعب؟ النهاردة هنفك الشفرة وهنعرف الفرق بين الهجام اللي بيخلص في ال18 وبين الشبح اللي بيجي من تحت لفوق. قهوتك الجميلة ويلا بينا. خلينا نبدأ بالتارجت مان أو البيور سترايكر. المهاجم الصريح هو مرعب المدافعين وبعبع منطقة الجزاء. وظيفته الأساسية هي الإنهاء، هو المحطة اللي الفريق كله بيخدم عليها. تمركزه دايما بين قلوب الدفاع، بيحجز بجسمه وبيلعب بظهره للمرمى عشان يفتح مساحات للي جايين من ورا. مميزاته قوة بدنية، التحامات هوائية، وقدرة رهيبة على التوقع. مثاله الحي إيرلينج هالاند أو ليفاندوفسكي، اللعيب اللي لو غفلت عنه ثانية هتلاقيه حط الكورة في الشبكة وراح يحتفل.